مش قادر أذاكر وفاقد الشغف، وكل ما أقرب من الكتاب أحس بعدم تركيز وأسيبه تاني، وأبدأ أمسك التليفون وما أحسش بنفسي غير بعد ساعتين 3، مع إني عارف إن المذاكرة هي مستقبلي وإن من غيرها مش هاعرف أعمل أي حاجة. والغريب إن أنا كنت بادئ السنة بحماس جامد ومش عارف إزاي فجأة فقدت كل الحماس اللي عندي ده، وحتى أمّا نفسي بتذكرني إن أنا لازم أتعب السنة دي وكده برضه مش بيفرق معايا الكلام ده كله، وما بقاش فارق معايا المذاكرة خالص، وبقيت راقد على السرير ومش قادر أتحرك منه أصلًا. كمان تعبت من كتر الضغوطات اللي عليَّ وحاسس دايمًا بتوتر، هل أنا فعلًا هاوصل؟ هل لو ما وصلتش للكلية اللي أنا عاوزها مستقبلي هيبقى عامل إزاي؟ وضع أهلي هيبقى عامل إزاي؟ دايمًا نفسي بتفكرني كل ما أذاكر وأهمل في المذاكرة حتى ولو نص ساعة، حاسس دايمًا بإهمال حتى ولو أنا باعمل اللي عليَّ. بُص، لازم تكون عارف إن دماغك عاوزة اللي يبسطها ومش عايزة أي حاجة تعب. بمجرد إنك تدخل في أي حاجة جديدة والحاجة دي بتحسسك بأي نوع من الألم حتى ولو قليل، دماغك بتبدأ تعمل لها skip بعد فترة. يعني أنت كنت داخل في شهر 8 وحاسس بحماس جامد أوي، وحاسس إنك عاوز تروح تشتري كل الكتب اللي في الدنيا وتحل بدل الكتاب 100، عاوز تنزل كل دروسك بانتظام، عاوز تسأل المستر بتاعك كل مرة في الأسئلة اللي أنت مش عارفها، وكل الكلام الجميل ده وكلكم عملتوا كده في شهر 8. دايمًا أي واحد فينا بيدخل أي حاجة جديدة ممكن تلاقي إنسان محبط بيقول له ده حماس البدايات، ده حماس البدايات. ليه بيقول الكلام ده؟ لإنه هو بيحطك في تحدي المعظم يعني خاض التحدي ده ومع ذلك هو فشل فيه، فشل في إنه يكمّل في نفس اللذة اللي هو كان حاسس بيها من الأول. أنت كنت حاسس بلذة إنك نِفْسك توصل ونِفْسك كل حاجة، فبتلاقي الإنسان المحبط اللي قال لك إن ده حماس البدايات ده، ده مجرد عارف إن أنت إيه، مش هتعرف تعدّي زيك زي غيره، وزيك زي الإنسان المحبط ده ما عرفتش تعدّي. عدّيت بأول فترة وكنت عندك حماس، ولكن زيك زي الباقيين نزلت وخلّي مستواك نزل عادي، وفقدت الشغف بعدها وما قدرتش تكمّل. لازم تكون عارف كمان إن النَفْس في المذاكرة أو أي حاجة شبه دي ما ينفعش تمشي على هواها، بمعنى لازم تجبر نَفْسك على الحاجة اللي أنت هتحس بيها بألم، ولكن أنت عارف إن الألم ده مؤقت. يعني أنت عارف إن ثانوية عامة عمرها مش هتطول وحياتك كلها مش هتفضل قاعدة في ثانوية عامة، كلها سنة، كلها 300 يوم، كلها 10 شهور، بتبدأ من شهر 8 تخلص شهر 6 وخلاص ما فيش ثانوية تانية. بتبدأ تعدّي شهر، 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 لحد ما توصل لامتحانات ثانوية عامة، والله مش هتحس بتوتر زي ما أنت تحس بجد أخيرًا هاخلّص، أخيرًا بجد هاخلّص وأنا مش حاسس بتأنيب ضمير. إنك تقعد دلوقتي وتسيب كل المذاكرة اللي عليك وتقول خلاص والله أنا مش قادر أذاكر وتميل لهواك وتستسلم لهواك، ده اللي هيحسسك بتأنيب الضمير بعدين. والله أنت لو ذاكرت وموّتت نفسك في المذاكرة وبعد كده لا قدّر الله ما لقيتش نتيجة الحاجة دي في نفس الوقت ده، لا قدّر الله ذاكرت مثلًا في ثانوية ما جبتش المجموع اللي أنت عاوزه، والله ما هتحس بأي ألم زي ما أنت هتحس بنفس الألم بواحد ما ذاكرش. واحد ما ذاكرش ده بيبقى قاعد كده أمّا شايف نتيجته هو عارف إن هو أهمل، وعارف إن هو ما ذاكرش، وعارف إن هو كان المفروض يعمل كذا، وكان قدّامه يعمل الوقت، وكان قدّامه الوقت فاضي، وكان قدّامه حاجات كتيرة، ومع ذلك هو اللي أهمل. على عكس واحد تاني ذاكر وتعب وعمل وعمل، ولكن الإنسان ممكن ياخد نصيبه في حاجتين، لا إما ياخده في الحاجة اللي دايمًا بيدعي بيها والحاجة اللي هو اجتهد فيها، لا إما ربنا سبحانه وتعالى يعوّضه خير منها. كمان لازم تنسى حتّة إنّك تقول أدام أنا أهملت يبقى أنا مش هاعرف أوصل، أنا غيري شايفه تنين مجنح ما بيهملش طول السنة، هم دول بقى الناس اللي بيجيبوا 95 و97 وهي دي ناس أوائل الجمهورية. أوائل الجمهورية عمرهم ما كانوا عارفين إن هم يطلعوا أوائل الجمهورية، اللي جابوا مجموع عالي مهما كان ما كانوش عارفين إن هم هيجيبوا المجموع العالي ده، كل الموضوع كانت ثقة في ربنا بس، اللي هو أنا اجتهدت فأنا عارف إن ربنا هيعوّضني على الاجتهاد ده، سواء عوّضني في ثانوية عامة وخلّاني دخلت الكلية اللي أنا عاوزها أو عوّضني بعدين. هو دي الحاجة أنت لازم تكون عارفها. لازم كمان ما تقللش من طموحك. يعني أنت مثلًا طموحك من أول السنة إن أنا نفسي أجيب 95%، نفسي أجيب 97%، تيجي بعد ما تهمل بعد فترة تبدأ نفسك تهيأ لك والله أنت خلاص مستحيل توصل ل97%، مستحيل تعرف تجيب 95%. بلاش تقلل طموحك، خلّيك مهما أهملت، مهما عدّى منك الوقت لازم ترجع تاني، الحق وفوق من الغلط اللي أنت بتعمله. عدّى عليك فترة وأهملت فيها، الحق تاني وقوم، مش هتفضل يعني راقد مكانك بتكلم ده وتكلم ده وتشكي لده، طب أنا مش عارف أنا ما ذاكرتش، ترجع تاني ما تستفدش من الحد اللي أنت شاكلته ده، فترجع تكنّف في نفس الدوام. لازم تقوم وتاخد خطوة جديدة كده، وده والله مش كلام حماس وخلاص ومش كلام إن أنا باحمسك للمذاكرة، بل ده والله كلام من الواقع. كنت زيكم والله وأنا في تانية ثانوي وفي أولى ثانوي كان بيعدّي عليَّ نفس الموضوع ده، كنت دايمًا إيه، أحس إن دماغي وجعاني وأنا مش قادر في المذاكرة وأنا مش قادر خلاص أكمّل، آجي أعمل إيه، أبسط مثال أفتح التليفون أقعد ألعب فيه، ما أحسش غير بعد ساعتين 3 إن الدرس خلاص بقى عليَّ وأنا ماشي على الدرس وأنا مش حالل الواجب. لحد ما جيت في تالتة ثانوي أول حاجة أنت لازم تعملها زي ما أنا عملتها
تلغي كل مواقع التواصل الاجتماعي، تسيب بس يا دوبك التليجرام او الواتس او الحاجه اللي انت بتستفاد منها. غير كده بقى فيس امسحه، وانت مش محتاج فيس دلوقتي. التيك توك ده ليه مخليه عندك لحد دلوقتي؟ امسح كل الكلام اللي انت عندك ادنى شك 1% اللي هو ممكن يعطلك، لان انت ببساطه بمجرد انك تحس باي تعب في الوقت ده هتلاقي نفسك لجأت للحاجات دي، والحاجات دي مش هتديك حل، بل انك هتحسسك بتضييع الوقت اكتر. لحد ما جيت في ثالثه ثانوي وخدت عهد مع نفسي ان انا مهما حسيت بتعب مش هركن للتليفون. يعني انا قعدت ثالثه ثانوي يعتبر كلها ما ركنتش لحته التليفون، ما قعدتش. حتى لو انا، مع ان انا عدى عليا اوقات كتيره جدا حسيت فيها بتعب جامد، وحسيت فيها ان انا مش قادر اكمل، وان انا فعلا كل ما اقرا من الكتاب دماغي وجعاني وحاسس بعدم استيعاب، مع ان انا يعني انا عارف ان انا ورايا مذاكره كتير. خليت اخر حل في الدنيا اعمله ان انا اما احس بتعب جوايا ان انا الجا للتليفون او الجا للحاجه اللي هي اصلا هتضيع وقتي. طيب انا ليه دايما حاسس بالتوتر وحاسس اني مش هوصل؟ لازم ببساطه تحسن علاقتك بربنا وتكون عندك يقين 100% انك والله مش هتاخد اكتر من نصيبك. والله انا كنت بذاكر مذاكره في ثانوي، وانا في ثالثه ثانوي كنت بذاكر مذاكره بجد كتيره كتيره بطريقه لا توصف. يعني كان عندي كميه عادات كنت دايما بعملها في ثانيه، بقعد مع اصحابي اللي اكبر مني بعمل كميه عادات، وجيت عند ثالثه ثانوي كل الكلام ده اتقطع. الكلام ده طبعا ما كانش بالسهل عليا ان انا ابطل الكلام ده، دايما كنت احس ان نفسي محتاجه حاجه، ان انا عايز اكسر الروتين اللي انا عايش فيه ده. اكيد اليوم كله مش هيبقى مذاكره بس، اروح الدرس واجي اذاكر، اروح الدرس واجي اذاكر، انام، اصحى تاني اروح الدرس واجي اذاكر. دماغك هتفصل من الكلام ده، ومع ذلك كنت بجبر نفسي اقول كلها سنه، كلها 10 شهور مش موضوع، احاول اتحمل ال10 شهور دول. فكام حاجه كده لازم تعملها اول ما تحس انك مش قادر خلاص تذاكر وواصله معاك المرحله انك كل ما تبص في الكتاب تسيبه. اول حاجه تبعد عنك زي ما قلت اي وسيله بتشتتك زي التليفون او غيره. تاني حاجة يعني اتلم مثلًا على أصحابك، خلّوا بعضكم تشجعوا بعض. يعني أنتم لو عليكم مثلًا حاجة متراكمة وأنتم ال3 قعدتوا مع بعض، حتى لو ما قعدتوش مثلًا واحد فيكم يتواصل مع التاني، بُص أنت كل شوية اتصل بيّا وأنا كل شوية أتصل بيك، كل شوية كده نشوف كل واحد فينا وصل فين في المذاكرة. حاول تغيّر من العادة اللي أنت فيها، يعني اخرج من الmood اللي أنت فيه. كمان أمّا تحس بالوقت اللي أنت حاسس بيه ده وتحس إن أنت مش قادر، خلاص اقفل الكتاب. أنت مهما حاولت في الوقت ده دماغك مش هتستوعب. وطبعًا مش قصدي هنا على اللي بيسيب المذاكرة بدماغه، أنا باتكلم إنك بجد مش قادر، ففي الوقت ده فعلًا سيب الكتاب، ولكن اعمل حاجة تخرّجك عن الmood ده زي ما قُلت. اخرج اتمشى وتعالَ تاني، كلم واحد صاحبك قُل له تعالَ نتمشى ونرجع تاني. أنا كنت باعمل كده، والله خلاص كنت باحس أوقات مع إن أنا عارف إن أنا عليّا دروس بكرة، ولكن أنا لو قعدت في البيت وحاولت بدل المَرّة 10 ساعات أنا عارف إن أنا خلاص مش هاعرف أطلع بأي مذاكرة. كنت خلاص باجي أقفل الكتاب، ممكن أتصل بواحد صاحبي نتمشى أنا وهو شوية، أبدأ أفوق يعني أفوق مثلًا إيه بإن أنا أشم هوا، بإن أنا وهو نتمشى شوية، أرجع أحس إن أنا فايق تاني، وأبدأ أرجّع دماغي وأضبّط دماغي وأبدأ أذاكر من أول وجديد. تالت حاجة زي ما قُلت لكم لازم تغيّر الروتين بتاعك، يعني بلاش تعيّش نفسك في روتين إن حياتك في ثانوية عامة عبارة عن مذاكرة ودروس بس، لأ، استمتع بوقتك في الدروس. أنت رايح درس مش مجرد كمان إنك تتعلم بس، غيّر وقت مع أصحابك، تعالَ مثلًا مرّة كل فترة اخرج مع أصحابك وارجع تاني. طبعًا الكلام ده مش كل يوم، معلش شغّل دماغك وحياة أبوك. رابع حاجة لازم تذكّر نفسك أنت إيه اللي جبرك دايمًا تقعد على الكتاب؟ يعني إيه اللي جبرك إنك تسهر في أيام مع إن في ناس كتيرة دايمًا نايمة، وأنت تقدر على فكرة تقفل الكتاب وتريّح دماغك وتنام زيّهم. لازم تفكّر دايمًا وتذكّر نفسك دايمًا كل ما تعدّي عليك الفترة دي إنك أنت في الفترة دي بتذاكر وقاتل نفسك علشان أنت في هدف معيّن نفسك توصل له. فكّر نفسك دايمًا بالهدف ده، اللي وصلوا للهدف ده ما كانوش أحسن منك، بل بذلك كانوا بيعدّوا بنفس الصعوبات دي وكانوا بيوصلوا لنفس الكلام ده. كمان فكّر في أهلك اللي بيصرفوا عليك دلوقتي، اللي بيودّيك دروس مش حارمينك من أي حاجة، فكّر ولحظة ولو للحظة فيهم. وطبعًا كل الكلام ده عشان يخلّيك تستمر، مش عشان يخلّيك بمجرد إنك تأنّب ضميرك وترجع بعد كده للموضوع تاني وإنك تهمل في وقتك. لأ، دايمًا افتكر إن والله كلّها سَنة، والله السَنة هتخلص. أنا عدّى عليّا أوقات كنت فاكر إن السَنة ب10 سنين، ومع ذلك كل فترة باحس خلاص الوقت بيعدّي، الوقت بيعدّي، الوقت بيعدّي. الحمد لله خلاص تالتة ثانوي، بل في اللي خلاص تالتة ثانوي وكان متوتر بسبب النتيجة، يقول النتيجة لسه هتبان بعد أسبوعين وقاعد متوتر. أنا والله ما كان فارق معايا النتيجة، سواء لا قدّر الله كنت جِبت درجة وحشة أو وصلت اللي أنا عايزه أو لأ، أنا المهم عندي إن أنا خلّصت سنة كانت صعبة بالنسبة لي، والمهم إن أنت تعمل اللي عليك. لازم دايمًا تعمل اللي عليك وتجاهد كده، ومهما تعبت تحاول تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاجتهد كده وشد حيلك،
ومهما عدى عليك عقبات افتكر انك لازم تقوم ولازم تكمل في اللي انت فيه. وطبعا نأسف على بشاعة الصوت لان انا والله تعبان وعندي برد وصوت وجاني وبصور لكم الفيديو بالعافية، فادعوا لي كده بالشفاء ان شاء الله. اخر حاجة واهم حاجة في كل اللي انا قلته لك ده هو انك تدعي ربنا. بص انت بتمر بفتره صعبه وانت بتمر باوقات صعبه، لازم تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. وافضل وقت والله هتحس بجد انك يعني بتعيط كده وتبكي لربنا سبحانه وتعالى وانت بتصلي من كتر الخشوع اللي انت فيه. يعني قول له يا رب ان انا فعلا بحاول ومش قادر، قول له يا رب ان انا بذاكر وحاسس ان انا بنسى، قول له يا رب انا ايه في حاجات بتتراكم عليا وانا والله يعني بجتهد وانا ما كانش قصدي ان هي تتراكم عليا. ادعي ربنا بكل الكلام ده. يعني مش هتلاقي حد مهما شكيت لاصحابك ومهما شكيت مش هتلاقي حد يعينك في الحاجات دي كلها زي ربنا سبحانه وتعالى. وبس ان شاء الله كده ربنا يكبر بخاطركم وشدوا حيلكم كده ان شاء الله. وبس كده الفيديو يكون خلص، اشوفكم في فيديو جديد، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتبعتوا الفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا. سلام.